السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. النهارده هنعمل مراجعة ريفيجن 2 هنراجع فيها الجزء من اول فيديو 13 هيبقى حوالي من بداية اللوجيك تيست والاف فانكشن لحد درس 22 اللي هو سم برودكت فورميولا. ده هنعمل مراجعة سريعة. احنا كنا عملنا ريفيجن 1 على اول 11 فيديو، هنعمل بعد كده ريفيجن 2 على ال 11 اللي بعدهم او ال 12 اللي بعدهم عشان نفكر الناس لو نسوا حاجة او كده ويبقى الفيديو كامل مضغوط مع بعض. اللوجيك تيست. دلوقتي انا عندي مثلا مجموعه من القيم اهي، 20 في العمود الاول و50 في العمود الثاني، ودي التيست بتاعتنا. يساوي، لا يساوي، اكبر من، اصغر من، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي. دلوقتي قبل ما تكتب اي قيمه عشان تعمل مقارنه او معادله بين حاجتين، اول حاجه تكتب على كلمه يساوي، تكتبها كده. هنقوم عاملين تضغط على كنترول وتقوم ضاغط على العمود الاول اللي هو الخانه دي، ممكن تكتب لك ايه 4 اللي هو ايه اهي 4، تعمل يساوي ايه 4، تقوم ضغط انتر هيكتب لك فولس، دي لا تساوي. لو انت راح مغير كلمه دي خليها 50، ضغط انتر هتلاقي على طول اتغيرت لترو. هنرجع دي كام تاني 20، انتر فولس. ماشي، هنروح بقى على القيمه التانيه دي، نقوم عاملين علامه يساوي، نقوم رايحين على ال 20، نقوم عاملين علامه اكبر، نقوم ضغط على قيمه ال 50 نقوم ضغط انتر، يقول لي ترو. دول ما بيساووش بعض. لو انت خليت 50 هيقوم عامل لك ايه فولس. تمام، نقوم رايحين على القيمه اللي بعدها، نقوم عاملين يساوي 20 دي، نقوم عاملين لها علامه اكبر، هي 20 اكبر من ال 50 هقوم طبعا عامل لك فولس. نروح على اللي بعدها عاملين يساوي على 20 50 نقوم عامل لك ترو. تمام، نروح على اللي بعدها عاملين بقى يساوي ال 20 دي يساوي القيمه التانيه ونغير انتر واعمل لك فولس. عشان تاخد بالك عشان حد يتضايق قوم ضغط كنترول والعلامه في اخر واحده اهو يساوي، ضغط كنترول قوم ضغط على ال 20 50 ضغط انتر واعمل لك ايه فولس. طبعا ال 50 اكبر. لو انت طبعا عايز تشوف الكومنت طبعا احنا عاملين دي غلط فنقوم مغيرين دي هيطلع لك ترو. عشان تشوف المعادله اللي تحت كده نقوم ضغط عليها ضغطتين او اعطيك المعادله اللي معموله يساوي، اقوم محدد لك دي لونها بالازرق لونها ايه بالاحمر. تمام، الموضوع سهل. انت بس بتعمل ايه مقارنات زي معادلات كده، دي طبعا هتحتاجه في عمليه في حاله اف والكلام ده، فاحنا بس بنشرح ده في الاول كده. هنبدا دلوقتي مع داله الاف. اول حاجه نعمل ايكوال، نكتب كلمه اف ونضغط على ضغطتين ونختار اللوجيك تيست، نضغط على دي كنترول نضغط عليها، وبعد كده نقوم عاملين علامه ايكوال، يعني لو دي بتساوي دي نقوم عاملين كنترول ونضغط على 50 نقوم ايه عاملين كوما، نكتب 1 ونكتب 0. لو دي بتساوي دي يبقى يطلع 1، لو مش بتساوي يطلع لك ايه 0. نكتب ونشوف، نقفل القوس بقى ونضغط انتر. هنلاحظ دلوقتي طلع 0 لان دي لا تساوي دي. نبدا بقى في الخليه اللي بعدها نحددها ونكتب ايكوال، نعمل اف ونضغط على ضغطتين، بعدين نحدد اول خليه اللي هي 20 كنترول 20، بعدين نعمل علامه اكبر من او اصغر من اللي هو دي لا تساوي دي، نقوم عاملين ايه كنترول على كنترول نضغط على ال 50 نقوم عاملين كوما ونكتب لو 1 يبقى على المعادله دي ترو، ولو فولس تبقى 0. نقوم عاملين نقفل القوس ونضغط انتر يقول لك ايه ترو. ليه بقى؟ لان 20 لا تساوي ال 50 فعشان كده اداك ايه 1. طيب هنشوف السي 1 اكبر ولا السي 2، مكتوب لك اهو سي 1 اكبر من سي 2، لو 1 يبقى 1، لو طلع يبقى 1، لو فولس يبقى 0. نقوم عاملين برضو اخدين نفس المعادله ناخدها كوبي ونحطها هنا تحت. تمام، هنقوم شايلين علامه الاكبر من اصغر من دي وخليها ايه اكبر بس هي 4 اكبر من دي 4. طبعا يقول لك 0 لان ال 20 اصغر من ال 50 مش اكبر منها، فعشان كده خلى لك ايه فولس. هنيجي على العمود اللي بعده نعمل علامه ايكوال اف نضغط عليه ضغطتين، بعد كده نضغط على كنترول 20، بعد كده نعمل علامة أصغر من وكنترول 50، نعمل كوما 1 كوما 0، نقفل القوس نضغط انتر يطلع لك 1. ليه؟ لأن السي 2 أكبر من السي 1، ال 20 أكبر من 50. نبدأ في الجدول اللي بعد نعمل ايكوال نكتب اف نضغط ضغطتين عليها، نعمل كنترول 20 وبعدين أكبر من أو يساوي كنترول 50، نعمل كوما هيطلع عندك 0. ليه بقى؟ لأن 50 أكبر من 20 ومش بتساويها. نيجي بقى في اللي بعده نقوم عاملين أصغر من، نعمل ايكوال اف كنترول 20 أصغر من أو يساوي كنترول 50 ونعمل كوما 1 و0، نقفل القوس هيطلع عندك 1. ليه؟ لأن 50 أكبر من 20. طيب انت دلوقتي عايز مثلا ما يظهر لك 1 و0، بس عايز يظهر لك حرف التي وحرف الاف يعني ترو فولس، فهنعمل ايه؟ هنقوم شايلين كلمة رقم الواحد ده ونقوم عامل علامتين تنصيص في النص. لازم لو انت تكتب تكست لازم تحط في النص علامتين تنصيص، تقوم حاطط حرف التي هنا يعني ترو، تشيل حرف الزيرو وتقوم عامل برضو علامتين تنصيص وتحط حرف الاف اللي هو بيرمز لعلامة الفولس، تضغط انتر هيديك ترو. ليه بقى؟ لان انت حاطط دي لا تساوي دي، فهو عشان كده اداك ايه ترو. لو جيت تشوف على المعادلة سي 4 لا تساوي دي 4 لا تساوي ايه سي 4 لا تساوي دي 4،
تمام. فعشان كان بتضغط انتر قال لك ترو اللي هو كولوم 1 لا يساوي كولوم 2، لا عشان كده. فاهم؟ اعمل انتر بعد كده تلاقي ايه. دلوقتي لو انت عايز تعمل عندك مجموعه من الاسامي بتاعت الطلاب عندك وعندك الدرجات بتاعتهم، وعايز كل طالب مثلا لو فوق ال80 يكتب اكسلنت، لو فوق ال50 يكتب جود، لو فوق ال25. دلوقتي احنا هنعمل ازاي نحط شرطين او اكتر من شرط موجود عندنا. اول حاجه نعمل ايكوال ونشوف، نكتب اف، نضغط على ضغطتين، نضغط على كنترول 80 اللي هي الدرجه بتاعتنا اللي موجوده، نعمل لو 80 اكبر من او بتساوي 80 نقوم عاملين علامه، نقوم عاملين علامتين تنصيص ونعمل اكسلنت في النص. بعد كده تعمل علامة تكتب اف، تضغط على اف ضغطتين، تكتب برضو كنترول 80 واعمل اكبر من او بتساوي 50، يعني اللي قيمة ال80 دي لو اكبر من او بتساوي 50 تعمل جود. بس الفكرة في ايه، اللي انت اصلا عندك لو الشرط الاول اتحقق مش هيبص للشرط اللي بعده خلاص، يعني اول شرط اتحقق معاك مش هيبص للشرط اللي بعده اللي هو ال50، يعني 80 صح خلاص يبقى اديك اكسنت على طول. تكتب بقى هنا في النص جود، بعد كده تقوم عامل علامة تكتب فيها ايه اللي هو علامة التنصيص برضو، تكتب بس اللي هو ايه يعني فوق 25، فده اخر شرط، فمش لازم تكتبه التفصيل بتاعه، خلاص اخر شرط هيتحقق لوحده وخلاص. تضغط انت اكتب لك اكسلنت معاك. احنا هنكتب لو انت عايز تعمل نفس المعادله كل واحده من دول تكتبها كل شويه، طبعا انت ممكن تزهق او كده، تقوم رايح واقف على دي تقوم سايبها بس كده، تقوم سايبها تلاقي تطلع على طول المعادله. طبعا غيرها في كل معادله. احنا جاي نبص هتلاقي انا بقى خليتها كانت سي في الاول 24 بقت سي 25، ننزل نبص تحت هنا، بص تحت هنا بقت ايه سي 26، يعني هي خلاص تمام بتسحب بتتغير. دلوقتي معدي 90 عندك بكتب لك اكسلنت، معدي 40 يكتب لك باس، 45 يكتب لك باس، 85 اكسلنت، 30 يكتب لك باس برضو، 50. وانت لو انت مثلا غيرت دي كده مثلا خليتها 60 انت هتلاقي تحول بقت ليه جود اهي. فالموضوع سهل، انت بتكتب المعادلة واحدة اهي زي ما احنا شفناها، اف تكتب القيمة اكبر من او يساوي 80 اكسلنت، اف سي 24 اكبر من او يساوي 50 جود. لو ولا دي ولا دي بقى تكتب ايه بس. انت ممكن تكمل لو انت عايز، احنا خلاص بقى انت مفيش عندك دي 3 اختيارات بس، فتكتب اختيارين والتالت يبقى هو ده اكيد، لو مش ده وده يبقى ايه التالت لو انت محدد عندك. طيب لو انا دلوقتي عندي رينج، يعني مثلا عايز اقول مثلا من 70 ل80 تكتب مثلا اكسلنت، مثلا من 60 ل70 تكتب مثلا جود، عايز تعمل رينج هتعملها ازاي؟ ناخد مثلا الشكل ده، ناخده كوبي، هنبدأ بقى نعمل التعديلات بتاعتنا اللي محتاجينها في الجدول. هنخلي أول خلية دي من 100 ل80، يعني اللي جاي في رينج ده من 100 ل80 يبقى ياخد اكسنت، ودي هنخليها من مثلا من 80 ل60، ودي من 60 من 40 ل60. ممكن هنضيف خلايا تانية بقى تبقى من ايه، من مثلا من 0 ل40 هنخليها في تمام. فانت كده ايه عمل كام رينج؟ 2 4 من 100 ل80 من 80 ل60 من 40 60 او من 60 ل40 يعني من 0 ل40 اللي هي تمام. فانت دلوقتي هتحدد اللي هو الدرجة بتاعته، وهتكتب بتاع اكسنت ولا جود ولا باس ولا فيل او كده. فنيجي نعدل بقى اول ايه معادلة عندنا، كل حاجة تكتب ايكو وتعمل اف، هنقوم عاملين اند وضاغطين عليها برضو، عشان كده يبقى احنا عملنا اشتغلنا على دالة اف اند. يعني اول حاجة بتكتب اف تقوم ضاغط عليها، تقوم كاتب جاب اند بحيث انه ضاغط عليه، تقوم كاتب محدد الكنترول، تقوم ضاغط على 80 اللي هي لو سي 51 دي اكبر من 80 علامة، سي 51 اصغر من 100، يعني هي اصغر من 100 واكبر من 80 هتعمل ايه اكسنت، وحتى ايه بين علامتين تنصيص. ما فيش حاجة هنا لسه، نحاول نكمل. يعني بص دلوقتي احنا قلت اهو قال لك فولس ليه؟ لأن هي دي أصلا أصغر من بتساوي 180، بس هي لسه مش جوه الرينج، يعني مش من 80 من فوق ال80، احنا هنا من فوق ال80 معرفش نسيبها. مكملين بقى عاملين هنا، تقوم عامل اف وضغط على ضغطتين يعني، تقوم جايب اند برضو كاتب ضغط على اند ضغطتين، ضفنا الرينج اهو. عملنا اف اند سي 25 من 80 ل 100 اكسلنت. طيب لو عملناه بقى نكمل دي تبقى أكبر من 60 تمام. برضو علامة سي 51 اصغر من او بتساوي 80، يعني انت كده خلاص، انت كده ضمنت الرينج بتاعك بقى خلاص، عملت 80 هتبقى تبع اللي هي درجة جود. الاكسنت لا بتاخد من فوق ال80، من فوق ال80 ل100، لكن هنا في جود بتاخد ايه من اول 80 لحد ايه 60، بس 60 مش معانا، احنا معانا من اول 60 لحد 80، ال80 معانا. طبعا بقى قافل القوس وايه كده لا جود ليه، لان ال80 معانا، بس انت كده المفروض تكمل المعادله بتاعتك، انت كده ما كملتهاش عشان وقفت عند جود، لكن انت تقوم عامل دلوقتي كوما، تقوم عامل اف برضو، عامل اف معاك عادي، يعني انتوا عامل ايه تقوم كاتب المعادله الجديده اللي بتاعت الجزء من ايه من
60 ل40 اللي هو الرينج ده بقى الرينج التالت. أكبر من 40. واختار هنا السي 61 أصغر من أو بتساوي 60. يبقى انت كده عملت ايه الشرط التالت معاك، يبقى انت كده كتبت التلات شروط. بعد كده تقفل القوس بتاعك وتعمل علامة وتقوم عامل علامتين تنصيص، تقوم كاتب الشرط بتاعها لو ده اتحقق يكتب لك ايه بس. تمام. نقفل بعد كده نعمل علامة بعد كده ونكتب ايه اف اند برضو عشان ندخل في الشرط الرابع اند نضغط على ضغطتين ونبدأ بقى في الشرط بتاعنا سي 51 لو سي 51 أكبر من الصفر وأصغر من أو بتساوي 40. لو أصغر من أو بتساوي 40 نقفل القوس بقى. بعد كده انت خلصت الأند دي تقوم عامل علامة علامتين تنصيص وتكتب فيهم اللي هو فين. طبعا انت كده حطيت ال4 شروط وهو هيشوف أنهي شرط مناسب للدالة اللي عندك اللي هي سي 51 اللي هي لو المفروض قيمتها 80 فهو طبعا هيديك جود ساعتها لأن جود في الخانة دي. طيب هنا هنحتاج بقى نحط شرط تاني ليه بقى؟ لأن لو احنا مثلا دخلنا قيمة أكبر من 100 هيحصل ايه؟ البرنامج ساعتها ما هيبقاش عارف، فانت تقوم عامل له اف سي 51 أكبر من 100 يكتب لك ايه؟ يعطيك ايرور. هنضيف بقى قيمة جديدة عشان نشوف لو احنا كتبناها أكبر من 100 هيحصل. يعني مثلا اكتب مثلا رامي واديله قيمة مثلا 110 ونشوف هيطلع ايه. هو اكتب لك ايرور تلقائي لان انت خلاص القيمه دي وقت فوق ال 100. ده دلوقتي الاف ايرور. ايه الاف ايرور؟ دلوقتي انا مثلا عندي مجموعه نفترض دول ايكويشن مجموعه معادلات ودي القيم بتاعتهم، فالقيم دي بيبقى فيها قيم غلط او يعني كده ايرور ما ينفعش تتحط اصلا زي قيمه 1 على 0 طبعا قيمه خطا فهو بيديك فيها ايه فيلد او ايرور او كده. فدلوقتي عندي لو عندي داتا كتير عايز اعرف القيم الايرور دي ازاي عشان اعدل فيها او اعدل في المعادله بتاعتها. اول حاجه تقوم رايح واقف على الخانه دي مثلا عملت جدول زي ده قمت كاتب اف اول حاجه نكتب ايكوال اف ايرور. عندك اف ايرور اهي نختار القيمه دي واعمل كده واقوم كاتب بالتنصيص واكتب ايرور. هو كاتب ايرور ليه؟ لان القيمه دي غلط. لو قمت ساحب بقى كده قمت ساحب لتحت اكتب له الكام دي عادي. لو دي كده مخطط اكتب لي ايرور. فانت عندك خلاص اهو جيت تبص هتلاقي ايه قيم الايرور اتحددت عندك. طيب هنا برضو بعد لما عملنا عمليه معادله الايرور دي حسينا برضو لا لسه في قيم كتير. لو الكام دي كتير هتبقى برضو الموضوع بيضايقك برضو حتى لو دي مش معادلات لو ارقام او معادلات برضو هيبقى الموضوع رخم. طب احنا ضغطنا هنا كليك يمين على الخليه دي ونروح على كلمه فلتر وقمنا عملنا فلتر باي سيريز فاليو. هو عم جايب لك على طول حد لك كلمه الايرور موجوده. انت عم ضغطت على الفلتر دي لا عندك ايه بيقول لك في حروف الام والاس اي اللي متكرر منهم او الايرور. فانت اخترت الايرور وعملت اوكي فبقى عندك هيديلك كل القيم الايرور اللي موجودة عندك. بس تلغي الفلتر تقوم لاغيه برضو عادي. ايه فلتر فروم ايرور خلاص رجعت تاني زي ما هي. عشان النهارده تريم فانكشن والبروب فانكشن والابر فانكشن. الجزء ده عبارة عن كله تحت محصور تحت التكست فانكشن. انت عندك تكست زي ده هنشوف الفانكشن دي هنستخدمها في ايه. اول حاجة تريم فانكشن اكتب تريم ايكوال اول حاجة احنا اتعلمنا تقوم محدد الفانكشن دي تقوم تقفل القوس بتاعك وتدوس انتر. هتلاحظ اللي هو شايل لك انت عندك هنا كده سبيس بين المحمد والسيد فهو مخليها لك كلها سبيس واحدة قام شايل ايه كل السبيسات التانية. لما نكمل تحت هتلاقي معاك برضه نفس الشيء شايل لك كل السبيس اللي بين الكلمات خليك في سبيس واحدة اللي هي السبيس الطبيعية. هنشوف بقى برو فانكشن بتعمل ايه. بعد هنشوف دي نقفل القوس بتاعنا انتر. خلالك اول حرف من كل كلمة كابيتال محمد والسيد. احنا نشوف هنلاقي هنا احمد كابيتال اصلا وهنلاقي هنا ايه الاتنين سمول زي اول واحدة. طب لو جيت اسحب بقى تحت هتلاقي احمد السيد كابيتال فارس جمال كابيتال. هذه بتخليك كل اول كلمة اول حرف من كل كلمة بيخلوها كابيتال. الابر طبعا احنا عارفين الابر بتخليك الكلمة كلها كابيتال. هذه برضه اول واحدة في القوس بتاعك ضغط انتر هتلاقي خلاص بقت كل الحروف بقت كابيتال. هنسحب تحت عشان نعمل بدل ما نكتب نفس الفانكشن في كل واحده بنقوم ساحبين العلامه دي زي ما احنا اتعلمناها علامه الاكس السود بنقوم ساحبها ايه ينفذ لك نفس الفانكشن. لو انت ضغطت على ضغط اهو هتلاقي ابر ب 118 يعني هي احنا بنسحب عشان ننجز وقت. وعندك فارس جمال برضو نفس الحكايه. هنشوف اللور بقى في القوس بتاعنا انتر عايزين نكبر خلي شويه خلالك كلها سمول. انت عندك احمد اهي كانت كابيتال لو احنا هنعمل نضغط على الاكس ونسحب عشان ننفذ الفانكشن في بقية احمد برضه هي بقت ايه بقت سمول. طب بعدين نشوف اللين دي بتعمل ايه. اللين دي بتقول لك انت اخد كام حرف او اخد كام بوينت مثلا هنا مثلا محمد كام حرف والكام سبيس هنا وكلمة السيد دي ضغط ايه قفل القوس وضغط انتر هتلاقي 21 دي كلها 21. طيب هنسحب كده نلاقي 15 ودي 21 زيها. طيب
انت فاكر دي لما احنا نفذنا التريم شالك السبيس هنا؟ عايز اتاكد ان دي اقل من دي. تعال اما نشوف. هنعمل لين برضو ايكوال لين، هنحدد دي. هم عاملين ايه؟ هتلاقيها 15 بعد ما كانت 21. ليه؟ لان في التريم شالت مجموعه من السبيس اللي كانت موجوده. طيب هنجرب هنا. دي بقى 13 دي 11 ليه؟ كان هنا في سبيس وهنا في سبيس، فهي خلاص ظبطتها لك. في بعد فانكشن انت بتستخدمها عشان تظبط التكست بتاعك. لو انت كنت كاتب مثلا طريقه الكلام بطريقه مش منظمه وعايز تخلي كل مثلا كلمه، كل حرف من كل كلمه تخليه كابيتال، او تخلي كل الحروف سمول، او عايز تعرف مثلا انت استهلكت قد ايه من التكست بتاعك، كتبت قد ايه. مثلا لو انت مثلا مطلوب منك تكتب مثلا 1000 حرف، انت بتقوم محدد وشايف لقيت نفسك لا كتبت ايه 1500 فانا انقص مثلا. فبيستخدمك في موضوع التكست وكده يعني. بنشوف معانا مجموعه فانكشنات جديده اللي هي الرايت والليفت والميدل والكونكريت. هنكتب هنا ايكوال، نعمل رايت هي معاك، نختار التكست ده تقوم عامل فاصله، نختار مثلا حرفين، نوقف القوس بتاعنا ونضغط انتر. قال لك هيبدأ من رايت، من عند الرايت بتاعك اخر حرفين هنا اللي هو الاي والدي. طب لو احنا زودنا دول خلينا مثلا ايه، خلينا مثلا 4، ياخد اي واي اي دي اخر 4 حروف. نفس الحاجة في الليفت. لو عملنا الايكوال ليفت نكتب مثلا التكست ده، هنكتب اول حرفين، عايزين احنا اول حرفين بس. من ناحية الليفت هيجيب لك حرف، كتبنا كام؟ حرفين. طب هو ليه بقى فوت؟ لان احنا عندك اول في سبيس في الاول، فهو هيسيب السبيس معاه. لو احنا جينا نجرب على دول هنا اللي بقى، لان هنا في 2 سبيس في الاول، هنا فيش، فيقوم اخدها على طول اي اتش. طيب لو احنا عملنا هنا 3 وضغطنا انتر هيجيبلك الام او، عشان انت هنا في سبيس في الاول فبقت 1 2 3. هنا المفروض هيزود لك حرف، وهنا هيزود لك حرف واحد برضه. هنا في كام سبيس؟ هنا غالبا في اكتر من سبيس، في 3 سبيس هنا. يعني انت هتظهر الرقم هنا، قمنا نعمل مثلا دي 4. احنا مثلا شلنا بقى السبيس اللي هنا، احنا خلينا دي 1 بس احنا بقى جينا هنا قمنا شايلين كل السبيس اللي قبلها. هعمل لك حرف الاف لان ما عادش في سبيس قبلها خلاص. هظهرت لك اول حرف. لما كان في سبيس قبلها كانت ما كانتش راضيه تظهرها. تمام. نروح بقى نشوف الميدل ده. اول حاجه نكتب هنا الايكوال، وبعدين نكتب كلمه ميدل ادي اختصارها. هذا التكست ده تعمل ستارت، تبدا منين؟ تعمل مثلا ستارت من رقم 2. احنا مثلا 4 ارقام واقفل. بدأ اعمل ستارت اهو من رقم 2 اهو، ساب ال2 السبيس ونكمل. عم اخد لك 4 حروف. تمام. نفس الحاجة هنا، عمل ستارت من رقم 2 هنا اللي هو حرف الايه، وكتب لك 4 حروف. طيب دي عبارة عن ايه؟ هنشوفها دلوقتي. اول حاجة تحط اول واحد ده، تعمل تقوم حاطط تكست رقم 2، تقوم قافل، تضغط انتر بقى، يكتب لك بقى جمع لك الاتنين تكست مع بعض. شفت بقى انت عمل لك ايه؟ جمع جزء بين اول اسم ده والاسم ده، يعني جمع خليتين مع بعض بس في شكل تكست، يعني خلك نفس المسافات اللي بينهم وقام جمعهم لك مع بعض. دي لو انت عندك صفوف مثلا اسم شخص وبعدين اسم الاب وبعدين اسم العيله، عايز تكون في الاخر الاسم الثلاثي بتاعك، تقدر تعمل كده. بعد ما خلصنا مجموعه الدوائر دي هنشوف بعد كده الدوائر الجديده اللي احنا هنكمل عليها. هنلاقي دالة فاين دي، فاين تكست. انت مثلا عايز تبحث عن فايل على تكست مثلا حرف الام، حرف الام مثلا هنا، بعدين بيقول لك ايه حد بقى بتاع دي اللي هو التكست ده، اضغط انتر هتلاقي موجود لك في رقم 2 في سبيس وبعدين حرف الام. لو احنا بصينا كده هنا في سبيس. لو احنا برضه دالة سيرش، عملنا سيرش هنلاقي موجودة كده. هنلاقي برضه عايز حرف الام برضه مثلا عشان تبقى شبهها حرف الام، نعمل محمد السيد نقفل القوس انتر، هتلاقي 2 ودي 2. طب ايه الفرق بقى بين دي ودي؟ الفرق دي لو الحروف سمول، يعني لو الحروف سمول هتجيبها، يعني لو حرف ام كابيتال ده هي مش هتقراها، هتقول لك غلط. لكن سيرش بتشتغل سواء سمول او كابيتال، يعني سيرش افضل اقوى من فايند. سيرش بتجيب لك في اي حاجه، يعني احنا دلوقتي هنغير حرف الام ده نخليه كابيتال. راحت فين؟ قلت لك رقم 6. طب نروح نشوف 6 ده فين؟ هنا اللي هو الام دي. تمام. لكن دي قلت لك ايه ده في رقم 2، جابت لك اللي هو اول حاجه، بدأت من عند اول حاجه، ده الطبيعي تبدأ من اول حاجه، لكن دي ما شافتوش. طب نغير حرف الام ده خلينا كابيتال، قال لك ايه فاليو في خطأ هنا. ليه؟ بقى مش لاقي حروف ام سمول. فاين دي بتجيب السمول بس، سيرش بتجيب اي حاجه سواء سمول او كابيتال. هنبقى نسحب كده 16 في حرف ام هنا رقم 3. هنعمل بقى نسحب دي برضو، هتلاقي دي متطابقه عادي، انت معندكش اي اختلاف سواء كابيتال او سمول في دي. هنا اللي كان عندك الاختلاف عشان هنا في حرف كابيتال في الاول وهنا الحرف التاني في السمول. احنا عايزين نعمل ريبليس بقى، عايزين نبدل حاجه بحاجه. اول حاجه نروح نعمل ريبليس دي وعاملين ايكوال، نكتب ريبليس
اختار اول حاجه، اختار الداله اللي انت تشتغل عليها، وبعد كده تقول مثلا نبدا من رقم 1 لحد رقم 6 مثلا، تمام، او اخليها لحد رقم 4. عايزين تحولها لرقم ايه، تحول دي لايه، لسه ما خلصتش هنا، اوكي هسيبها فاضي، لسه نحول حرف الايه مضاد مقفله مضاد. وعندك بدأ عند رقم 1 لحد رقم 4 شيل لك الحروف دي وخليك الحرف الايه لحد من هنا 1 2 3 4 5 6. بنشوف هنا كده بدأ من 1. أول حرف عندك ايه هنا بدأ كده 1 2 3 4. حلو، شالهم كلهم. المفروض حط حرف ايه هنا، المفروض في حرفين ايه وبعدين دي. هنيجي بقى نكمل على هنا برضو، ننزل بيشيل جزء من الحروف ويحط مثلا حرف، مثلا لو انا عايز احط اكتر من حرفين ان مثلا اهي بقت كده اهي خلاص بتلاقي ان نكمل وننزل هنا برضو تلاقي ايه اتغيرت على طول. طب سبستيتيوت دي بقى ايه، هنعمل ايكوال، نضغط على سبستيتيوت واحد تيست. بعد كده هتشوف الحرف اللي انت عايز تغيره، مثلا غير حرف الام، هنغير اكتر من حرف ام لو كده بس قشطة. شوف بقى الحرف التاني، نحط مثلا مكان حرف الكي ولا حرف الار، تمام، نقوم قافلين القوس بتاعنا وضاغطين انتر. هحولك الحرف الام اللي هو الصمول زيه بالظبط، يعني شوف الحرف اللي زيه بالظبط اقوم غيرهولك، تمام. لو انت عايز تعمل ايه، نبقى ساحبين بعد كده لتحت برضه، جايب لك اول حرف اهو محول ار فايز جمال. طب احنا عايزين نعمل ده، عملنا مكانه حرف الايه، تمام. شوف جميع الحروف غيرها لك، جميع حروف الايه قام مغيرها كلها. اللي انت بتغير حرف لو هغير الصمول هيغير لك الصمول، لو انت خدته كابيتال، لو احنا خلينا ده مثلا ام كابيتال هتلاقي غير لك ايه الحرف الكابيتال. الحرف اللي انت بتحدده بالظبط هو اللي بيتغير هنا. الديت فانكشن، اول حاجه مثلا انت عندك عايز تعرف تكتب تاريخ النهارده في الاكسل، تقوم عامل يساوي، تقوم عامل توداي، تلاقي الداله دي في القوس بتاعك عادي وتضغط انتر يجيب لك تاريخ النهارده 26/1/2023. طب انت عايز تعرفها دلوقتي حالا في الثانيه دي، تقوم عامل ايكوال وكاتب ناو، تقوم قافل بقية القوس وتضغط انتر، هيجيب لك التاريخ 26/1/2023 بالساعة بتاعتك. عايز تكتب اليوم النهاردة في التاريخ، تكتب داي، حدد التاريخ بتاعك اللي هو ده، في القوس وضغطين انتر قال لك 26 اللي هو النهاردة. عايز نعمل مانس، نعمل ايكوال كاتبين مانس، حدد التاريخ ونقوم قافلين القوس ونضغط انتر، هيكتبلك النهاردة شهر 1. لو عايز تحدد ايه برضه تكتب يير، حدد التاريخ يكتب لك 2023. طيب دلوقتي لو انا عايز اكتب تاريخ النهاردة وعليه 5 ايام زيادة، فممكن كاتب ايكوال وكاتب توداي وقافل القوس بتاعنا واكتب بلس 5. هتلاقي خلاص احنا كنا كام، كنا 27/1 بقينا ايه 1/2/2023. خلاص هو زود عليك على طول ال5 ايام. طيب لو هنشوف بقى ان عايزين مثلا نزود 10 شهور على التاريخ بتاعنا، في بقى خاصية دي اسمها اي دي هتروح تكتب اول حاجة الستارت ديت بتاعك 27/1، تقوم كاتب ايه عايز تزود قد 10، تقوم قافل القوس بتاعك، هتلاقي على طول الكتاب عندك 20/11. بس في مشكله واحده انت ممكن تواجهها، لو انت واقف هنا في الخليه دي وما انتش عاملها ديت زي هنا، هتلاقي يطلع رقم لوكيشن، هيطلع لك كده، بتقوم رايح محولها لديت شورت ديت عشان تظهر لك بالشكل ده. طب لو انت بقى عايز تزود 10 سنين، ال 10 سنين ده مختلفه شويه، بتقوم كاتب ايه، هتقوم كاتب ايكوال، تروح تحدد التاريخ بتاعك، تقوم عامل مثلا لو انت عايز تزود 10 شهور فيه، بس تقوم عامل فيه 12 شهر، فانت كده تخليها ايه 2033 بعد كده 2023. نتوركينج دي مدة العمل، يعني انت مثلا هنشوفها دلوقتي. اول حاجة اعمل الستارت ديت اللي هو كام 27/1، اند ديت، تعمل اند ديت بتاعك مثلا ده اللي هو احنا زودنا على 5 شهور يعتبر، احنا عملنا من كام لا احنا 5 ايام اللي هم من 27/1 اللي دي 5 ايام. طيب لو هنغير دي هنخليها مثلا اللي هي بتاعت زودنا 5 شهور، هتلاقي مثلا 17 يوم. فاهم الفكرة كده وضحت؟ أول حاجة لسه بتكتب لك العطلات اللي هي الرسمية اللي هم محددينها مثلا عندهم، مثلا عندك مثلا ممكن تبقى بتحدد حد واثنين أو سبت وحد أو خميس وجمعة على حسب هم محددين إيه في العطلات الأسبوعية عندهم. طب إحنا عايزين نكتب بقى العطلات بتاعتنا إحنا بالإضافة للعطلات التانية، مثلا نكتب مثلا التاريخ، مثلا إحنا قلنا التاريخ بتاعنا بادئ من 27/1 لحد إيه 27/11. هنبدأ نشرح بقى، نوضح الجزئية دي تاني من الأول. هنوضح الجزئية دي بتاعت إيه، لو أنت عايز تحذف أيام معينة من العدد، مثلا دي أصلا أجازتها عندك، فأنت أهم حاجة تكتب التاريخ زي ما هو مكتوب هنا، التاريخ يبقى مكتوب زي ما هو مكتوب ايه هنا، عشان الشهر في الاول تقوم كاتب الشهر بعدين الرقم بعدين التاريخ. في التالت ان انت تكتب على نتورك ايكوال
هتحدد الاول الستارت والاند، تقوم محدد ايه دول. تمام، في واحد منهم اجازة اصلا، هتلاقي عندك 215. تمام. طب دلوقتي لو انا عايز اعملها احط اجازة الاسبوع بس مش خليها مثلا سبت الاجازة، خليها يوم الجمعة. بقول لك الستارت تقوم قايل له ده، تقوم عامل فاصلة، تقوم عامل ده الاند. هلاقي بقى عندك اجازة امتى، انا عنده عايز الفرايدي اونلي. تمام، تقوم محدد دول، تقوم قافل، تقوم ايه ضغط، هتلاقي 259 ليه بقى؟ لا عندك الهوليديز دي، عندك الاند بس، يعني انت خلاص الجمعة بس اللي تحدد فيها. كان ممكن تلاقي بيمسك خميس وجمعة او جمعة وسبت، فاهم؟ فانت خلاص تحدد في 259 يوم اللي تشتغلهم بس. لو انت بتحدد مواعيد الشغل بتاعتك او مدة الشغل اللي انت اشتغلتها في الفترة دي تحسبها بالطريقة دي. تاريخ عيد الميلاد، يعني انت عايز تعرف عندك كام سنة وانت معاك تاريخ النهاردة وتاريخ عيد الميلاد بتاعك. هنكتب اول حاجة تاريخ الميلاد بتاعنا، تاني حاجة الدالة بتاعت التوداي اللي هي بتحدد لك النهاردة كام. تقوم عامل في الدالة different year، عايز تعرف دلوقتي عندك كام سنة بس بالسنين، تقوم عامل equal date، تقوم عامل different، تقوم فاتح قوس، أول حاجة تختار تاريخ عيد ميلادك، تقوم عامل كوما تاريخ النهاردة كوما، تقوم عامل علامتين تنصيص، تقوم كاتب حرف الواي، تقوم ضغط انتر، يقولك انت عندك 25 سنة، ده على حسب طبعا تاريخ ميلادك. لو عايز اعملها بالشهور تقوم كاتب برضو equal date different، تقوم فاتح قوسين، تقوم حاطط التاريخ الأول عامل كوما، التاريخ التاني عامل كوما، تقوم عامل علامتين تنصيص، تقوم عامل حرف الام، يعني عندك 302 شهر. طب احنا ممكن ناخد دي بقى كوبي، نعمل كنترول في، تقوم شايل الحرف اللي تقوم كاتب حرف الدي، تقوم انت يقول لك اللي انت عندك 9199 يوم. طب دلوقتي انا عايز اعرفها بالشهور والايام وكل حاجة، فانت تكتب اول حاجة هنا، تخلي دي تقوم حاطط مكان حرف الواي زي احنا عملناها، تقوم ضغط انتر، يقول لك عندك 25 سنة، تقوم عامل كنترول في، دي بقى هنكتب قبل الحرف الام ده تقوم كاتب حرف الواي، يعني انت كده عندك 25 سنة وشهرين. طيب عايزين بقى الايام، كنترول في، تقوم كاتب حرف مالك 6 ايام. نشوف ده عملتها ازاي. انا كده 62 يوم، ده لو انا هكتب ايه ايام بس، يعني ما فصلتش بحرف الام. هنا كتبت حرف الواي جاب لي السنة، هنا كتبت حرف الواي والام كتب لي ايه الشهور، هنا كتبت الام والدي كتب لي الايام اللي فضل عندي 25 سنة وشهرين و6 ايام. نيم رينج، ايه هو النيم رينج؟ دلوقتي انا عندي مجموعة من الارقام زي كده، مجموعة الارقام دي انا مثلا بحتاج اكتبها في دوائر كتير، فمش كل شوية هكتبها، لا انا هعملها في رينج او في نيم رينج. اول حاجة بنروح على فورميولا اللي هو ايه النيم مانجر، انما المانجر ده متقسم فيه define name واليوز ان فورميولا والكريت فروم سيلكشن. فانا عندي مجموعة من الارقام دي زي من 10 مثلا ل50، انا بحتاج على طول الرينج ده بحتاجه على طول، فانا مش كل شوية اكتبها في الدوائر، لا ده بيسهل عليا ان انا اكتبها مرة واحدة. طب احنا ممكن نجرب حاجة هنا، مثلا كده كتبت ماي نمبر دي متكتب تحت مثلا 123 150 200 400. تمام، قمت محدد المجموعة دي، عملت نيم رينج، قمت عامل نيو، انا محدد قمت عامل اوكي. تمام، هي خلاص تعدلك 120 150، فقمنا عاملين قفلين كده. تمام، نظبط بس الشكل بتاعها. تبني هنا مثلا equal minus ماي ضغط انتر، هو قال لك على طول، هو جاتت قال لك فورمولا، قال لك خلاص بقى، هو على طول طلع لك 880 ناقص 120 850 ناقص 150، فهو خلاص عمل لك تلقائي، يعني حتى لو انت ضغطت على ضغط يقول لك دي 1000 ناقص ماي نمبر، خلاص هو كاتب لك، قال لك عارف ان دي المجموعة بتاعتها خلاص. انت بتلاقي مفيش حاجة، ليه؟ لانه خلاص هو فهمها لدي، انت طرحت ال1000 بتاعك من الماي نمبر اللي هو الجروب اللي انت عامله، او النمبر اللي انت عاملها المجموعة كلها، قام طرحهم لك من بعض. النمبر رينج اللي انت عملته اللي هو من 120 ل 400، هو مطرح لك ال1000 ناقص كل واحدة فيهم وحطها قصادها على طول، خلاص بقت ايه حالة تلقائية يعني. طب دلوقتي احنا عندنا اللي هو النيم رينج او النمبر رينج اللي احنا عملناه، عايزين نعرف فيه اكبر قيمة هي ايه، فنقوم عاملين ايكوال كاتبين ماكس، نختار ماي
نمبر في القوس بتاعنا عادي، نقوم كاتبين انتر فوق يقولك اكبر قيمة عندك 400 وده حقيقي. طب لو انت عايز تعرف المينيمم بتاعك كاتب ماي نمبر برضه بقى في القوس بتاعك ممكن يقولك 120 ده اقل قيمة. عايز تعرف الافريج بقى اللي هو المتوسط اللي بينهم يعني كام، انت يقولك ده المتوسط بتاعهم. انت عايز تعرف كام هم قد ايه يعني كام واحدة، كام دي بتعرف لك مثلا هما كام قيمة يعني فاهم. 4 1 2 3 4. طب لو احنا عايزين نعرف كام واحدة فاضية فيهم قالك 0. طب انت عايز تعرف، انت عايز تعرف الماكس بتقولك اقل قيمة. طب انا عايز اعرف السمول دي بتديك اقل قيمة، او عايز تعرف بقيت حد قال تاني قيمة تالت قيمة رابع قيمة تعملها دلوقتي. اقول لك هعملها ازاي. تعمل سمول حلو، تكتب ماي، تعمل قيمة، تعمل تاني قيمة. لو عايز اصغر تاني قيمة تعمل انت قالك 150. كان عندك اصغر قيمة 120 المينيموم. طب تاني اصغر قيمة لها كام 150. طب عايز اعرف اللارج اكبر قيمة يكون اللارج دي زي الماكس بالظبط. تمام لك 400. تمام كده يعني كده وضحنا لك الجزء بتاع لو انت عايز تستخدم في الدوال. انت عندك مجموعة رينج وتقدر تستخدم فيهم تعرف اكبر قيمة اصغر قيمة عندك ايه. لاحظنا ان احنا عملنا طرح لل90 من الماي رينج بتاعك من 10 و20 و30 و40 و50. هتلاقي بقى ايه ترتيب الطرح ده، يعني انت اخدت قيمة 90 ثبتها وطرحتها من الماي رينج بتاعتك وكتبت ايه قصادها. طب دلوقتي احنا ممكن نشوف طريقة احسن بحيث ان احنا نطرح المجموعتين من بعض، اللي هو الايكوال 100 عملناها رينج وعملنا الماي نمبر رينج وقمنا نطرحهم مع بعض بحيث ايه يبقى كل قيمة تطرح قصاد من القصاد اللي جنبها على طول. يعني مجموعة بيزك فانكشن او بيزك فورمولا هنوضحها دلوقتي. لو انت عايز تجمع دالتين كنا بنعمل ايكوال، هنحاول نكتب لنا ايكوال اللي هم محددين دي زائد هدي الخلية التانية ضغط الانتر هيديك الرقم. او انت مثلا لو هتطرح مثلا عملية طرح تقوم برضه كاتب ايكوال، تقوم كاتب الرقمين على طول 20 ناقص 10 انت بس ساعتها انت لو انت غيرت في قيمة من دي مش هيتغير. مثلا لو خليت دي دلوقتي انت مغير دي انت مخليها مثلا 200 ضغط انتر هتلاقي قيمة دلوقتي 210. طيب لو انت مغير دي وخليتها 200 دي ايه مش هيتغير. ليه؟ لان ملهاش علاقة بيها، مش مربوطة بيها خلاص. دي مربوطة بدي بس، يعني دي مش مربوطة بدي. انت لو جيت ضغطت على دي كده ضغطتين هتلاقي دي مربوطة بدي، لكن لو ضغطت على دي ملهاش علاقة بيها بأي حاجة، دي مش مربوطة بيها. نعمل كنترول زد عشان نرجع تاني الخطوات بتاعتنا من الأول. بعد كتبنا هنا ايكوال مكاتبين عاملين الأول خليها كده وعاملين علامة الاسم 10 انت هتكتب لك 2 دي المفروض نخليها ضرب ملتبلاي 200 ونعمل برضه هنا ايكوال 20 على 10 ده 2. طيب هنا ايه الباكتس دي مثلا لو انا عايز اكتب مثلا ايكوال مثلا 2 زائد 5 ناقص 4 على 2 في 2 ناقص مثلا 5. انت دلوقتي هنا كتبتها كده قوم طرح اي قيمة طلع كتاب 5. طب انت ممكن تحدد بقى ايه تقوم قافلك بقى لحد ايه على في قوسين هنا دي بقى الباكتس. انت بتقسم حد على ايه في اقواس مع بعض هتلاقي 27.5 لان الاقواس بتختلف. طب احنا مثلا عايزين نشيل بقى الاقواس دي خالص ونوريك ايه البرنامج بيحلها ازاي. انت بتقوم رايح على الفورمات كده، انت بتقوم رايح على دي تقوم ايفالويت فورمولا هو بيقول لك اول حاجه بنقوم جامعين دي 2 زائد 5 تقوم عامل ايفالويت لك بقى بقسم ال7 على 2 تقوم عامل ايفالويت بيقول لك 7 تطرح ال7 من 3.5 تقوم عامل ايفالويت تضرب ال2 في 5 يطلع لك كده. تمام. طب احنا عملنا خروج دلوقتي غيرنا دي قمنا حطينا الجامعة دي مع ايه شيل بقى قمت حاطها مع دي كانت كمان تغير خالص طلع لك سالب 1.5. ايفالويت قال لك حاجة اول اما نحددها الاول تعمل ايفالويت اول حاجة بتقوم جامع 2 زائد 5. تمام. هتجمع 2 زائد 2 انت كنت في الاول بتقوم مكمل ده او تقسم مثلا الاول لا انت دلوقتي هتجمع دي مع دي تقوم قاسم. فاهم؟ فدي ايه الخطوات بتاعت ايه الحل. الكاونت دي بقى دي اللي المفروض احنا عايزين نعملها نكتب ايه ايكوال نكتب كاونت. تمام. هنختار من اول قيمة هنا الى اخر قيمة قال لك 9. طب نيجي نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
تمام. واحسب لك دي وما احسبش دي عشان دي خليها فاضيه. عملنا ايكوال كاونت ايه، برضه عملنا نفس القيمه من هنا. هقول لك برضو ايه 9 دي اللي هي كاونت ايه. كاونت بلانك بقى ايكوال كاونت بلانك. هذه اول كلمة دي كوس. هيقول لك 1 يعني خليها بس واحدة اللي فاضية. طب دلوقتي احنا لاحظنا من كاونت ايه كاونت بس اللي هما الاتنين طالعين 9. طب دلوقتي انا كتبت في القيمة دي كتبت الحرف الايه بس بضغط انتر هتلاقي دي بقت 10 والكاونت بلاك بقت 0 والكاونت زي ما هي بقت 9. ليه؟ لان الكاونت بتحسب الارقام بس، يعني اي قيمة تانية مبتحسبهاش. الكاونت ايه بتحسب اي قيمة، الارقام، التكست، اي حاجة بتحسبها بتعدها يعني. كاونت بلانك بتحسب الخلايا الفاضية بس. فاحنا ممكن نعمل ايه، نرجعها تاني. فترجع تاني 9 9 1. تمام. طب الكاونت اف دي بقى بتعمل ايه؟ الكاونت اف دي بتجمعهم او تعدهم بس لما يكون في شرط، انت بتبقى حاطط عليها شرط. كاونت اف حلو. اول حاجه محدد الرينج بتاعنا، تعمل كوما كده، محدد الكريتيريا بتاعتك. تبتدي بتقولك ايه، ثواني حط جوا مثلا ايه اكبر من 120 لا 150. فهو هيحسب لك اي خليها اكبر من 150. اضغط انتر يقول لك 4 1 2 3 4. عملت لك ايه اللي هم الاربعه دول. تمام. طيب هنبدأ بقى نروح للصم اف بقى ايكوال صم. اول حاجه احط الرينج الرينج بتاعك، تقوم عامل الكوم بتاعتك، تقوم رايح للكريتيريا تنصيص. برضه نعمل اكبر من 150. رايحين هنا الكوم انت عايز تجمع من فين لفين اللي هو دي. ماشي تقوم ضغط انتر هلا 340. طب لو احنا شلنا دي الرينج دي 1370 برضه هي مفرقتش كتير. هو جمع لك بقى ايه، جمع لك اي حاجة اكبر من 150 450 وال400 و320 وال200. تمام. طيب عايزين نعمل صم اف بس بشكل تاني. صم اف تمام. نحدد الرينج. هو دلوقتي انت عايز تعمل تحسب مثلا ايه، هنكتبها بحروف. تكتبها مثلا كلمة احمد، نغير دي نخلي دي احمد برضو. استنى دول ده الرينج بتاعك حلو. تمام. هو الكريتيريا بتاعتك تكتب احمد هنا. هات الرينج بتاعي ده. فقال لك صفر لان احنا مفيش قدامها قيمة. هجمع لو انا مثلا غيرت دي خليتها احمد قال لك 150. طب لو حطيت له دي قيمة 1 بقت 151 وكل قيمة اتغيرت بناء على كده. فهمت ان دي قامت جايبة لك ايه، هنا عندك قيم حروف اسامي يعني وقدامها القيم بتاعتها. فشاف احمد موجود هنا مرة رقم 1 واحمد موجود هنا 150 ارجع احمد بقى 150. هلا بقى ما نبدأ نحسب الافريج اف. نعمل ايكوال افريج افريج اف. افريج دي في زي السم والكلام ده بنفس الطريقة برضه بتحدد الرينج بتاعك. تمام. وتقوم عامل الكريتيريا مثلا عندك هتبقى مثلا برضو أكبر من 150.
تقوم محدد هنا الرينج تاني، تقفل القوس بتاعك، تقوم ضغط انتر، هيعدلك برضو بعد 150 قام جامع. طب ايه السم افس والكاونت افس والافريج افس؟ الجزء الافس دي الاس دي الزياده دي لو عندك شرطين، يعني دي الداله دي فرق في لو انت عندك شرطين. مش هنا هتلاقي دلوقتي سم، انت عندك السم افس اهو، عملت الايكوال كتبت سم افس تمام. انت كده تحط شرطين، اول حاجه تحدد السم رينج الاولاني، تعمل كوما، حد برضو كريتيريا رينج بتاع رقم واحد اهو، ده هو تمام. كريتيريا نحددها بقى اللي هو اكبر من، مثلا نشوف عشان بتاعت احمد دي نخليها اكبر من 100 تمام. تقوم عامل كوما، قالك سم رينج كريتيريا واحد رينج كريتيريا، حددناها برضو كريتيريا رينج 2 اهي، نعمل كوما كريتيريا 2 نكتب فيها احمد، نقفل القوس، قالك 150 اللي بقى هو جاي يجمع الواحد مع 150. انت حاطط شرط، طب ماشي، لو احنا حاطين مثلا هنا خلينا برضو ايه احمد، ضغط انت هتلاقي غير بلاقي جمع 320 مع 150. طيب تعال بقى نشوف الكاونت افس ايكوال ماشي. قالك الكريتيريا رينج اهي تمام، كريتيريا 1 هنشوفها ايه، تبقى 100 برضو، نخليها اكبر من فوق اكبر من 100 ماشي. كوما كريتيريا رينج 2 اهو كوما، يقولك ايه كريتيريا رينج دي الكريتيريا الاولانية، دي كريتيريا بقى رينج احنا حددناها، نحددها تبقى ايه. تبقى مثلا هنا برضو احمد قافل ضغط انتر، يقولك 2. عندك بقى ايه الاكبر من 100، عندك احمد 320 ودي لو وقفت مسحب ده على طول دالة السم برودكت. دلوقتي مثلا عندي كولوم 1 ده مثلا سعر الحاجة، كولوم 2 ده كمية او العدد، فمثلا هنقوم ضاربين نعمل هنا ايكوال كولوم 1 كولوم 2 طلع 8. لو احنا وقفنا هنا اهو مسحبين هيديك ايه 5 5 25 3 3 9. طب انا عايز اعرف هنا الفانكشن دي عبارة عن ايه، اعمل ايكوال اعمل كده تكست، فانا كده عرفت الدالة اللي هي اسمها فورمولا تكست او تكست فانكشن عادي مش هتفرق، عرفت الدالة شكلها يعني دي مضروبة في ايه او دي وصلنا لها ازاي، فقمت بحيث ضغط على دي كده وسحب هنا حلو. طيب دلوقتي انا مثلا لو عايز اجمع دول هقوم عامل سم ايكوال سم، هقوم ايه جامع دول، هقوم ضغط انتر، يبقى انا كده ضربت ده في ده طلع ده، ضربت ده في ده طلع ده، ضربت ده في ده طلع ده، قمت جامعهم فطلع 42 اللي هو ايه اجمالي او المكسب بتاعي. فانا برضو عايز اعرف بيت السم برودكت اقوم عامل ايه جايبها كام لي. طيب لو انا بس دالة السم برودكت اعمل سم برودكت يقول لك ايه حدد لي كله من الاول تمام، ده بعمل علامه اليوم التاني قافل طلعت 42 برضو اللي هي يبقى انت كده استخدمت ايه السم برودكت. دالة السم برودكت ضرب لك الخليه دي في الخليه دي، الخليه دي في الخليه دي، الخليه دي في الخليه دي، تجمعهم لك بعد كده، يعني بتعمل العمليه دي كلها هي بتعمل نفس العمليه دي، مجموع العمليات دي السم برودكت بتعمله لوحدها.